مين أول نبي عاش في مصر ودعا بالتوحيد؟ من سنة كنت منزلة بوست على الفيس وقلت إن الدكتور زاهي حواس قال مفيش ذكر الأنبياء الله على الأثر، والكلام ده طبعا مش معناه إن احنا بننكر وجودهم، استغفر الله، ولكن مفيش أي إثبات أثري مادي. ليه بقى؟ لأن مفيش ملك عايز يسيطر على بلد وبيقول إن هو ابن إله وإن الإله هو اللي اختاره، والكهنة كمان بتوع المعبد عايزين قرابين، فمش من مصلحتهم إن هم يذكروا اسم نبي. وقلت فعلا المصريين واحدين، لكن تم تحريف الدين من قبل الكهنة للدين بعد كده. أما من ناحية مين النبي اللي عاصر المصريين القدماء وعاش في مصر ونادى بالتوحيد وعاش في أي حقبة تاريخية، فالإجابة على السؤال ده كلها اجتهادات من المؤرخين زي السيوطي والمقريزي والقفتي. أول نبي في مصر القديمة هو إدريس ابن يارد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيس ابن آدم عليهم جميعا السلام. في مصادر بتقول إن هو اتولد في صعيد مصر، في مصادر تانية بتقول إن هو اتولد في بابل بالعراق وكان عايش هناك، ولكنه غضب على أهل بابل بسبب كفرهم وهاجر لأرض مصر واستقر هناك. ورأيين بيأكدوا إن سيدنا إدريس عليه السلام عاش في مصر، وبالتحديد عاش في العصر الحجري الحديث قبل عصر الأسرات الفرعونية قبل توحيد مصر. اسمه في التوراة أخنوخ وفي اللغة العربية إدريس، وكان بيتكلم اللغة السريانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر 4 سريانيون، آدم وشيس وأخنوخ وإدريس وهو أول من خط بالقلم ونوح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة للغة السريانية 72 لغة ومن ضمنهم اللغة المصرية القديمة. رسالته للمصريين القدماء هو التوحيد والتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى، ونزلت على المصريين القدماء 30 صحيفة اتعلموا منها كل الشعائر الخاصة بالتوحيد لله عز وجل. بعد سيدنا إدريس عليه السلام ال30 صحيفة اختفوا وما بقاش ليهم وجود. في نصوص كتيرة جدا بتثبت صحة كلامي بوجود عقيدة التوحيد عند المصري القديم زي متون الأهرام وكتاب الموتى، دول طبعا متسجلين على جدران الأهرامات زي مثلا هرم ونيس أو أناس، وده من الأسرة الستة. مكتوب في المتون نصوص توحيدية زي أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وزي خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. اتعلموا المصريين القدامى من سيدنا إدريس علوم مختلفة زي الكتابة لأنه أول من خط بالقلم، وعلمهم الخياطة وصناعة الثياب والحساب والهندسة والفلك وعلم النجوم والزراعة، وعلمهم قياس عمق نهر النيل وسرعة جريانه، وعلمهم تخطيط وبناء المدن. سيدنا إدريس اتعلم كل العلوم من وحي سيدنا جبريل أو أخدها من اللي قبله اللي هو سيدنا شيس وسيدنا آدم، وأفاد بها المصريين القدماء. لكن بعد سيدنا إدريس الكهنة وتلامذة سيدنا إدريس انحرفوا عن ديانة سيدنا إدريس وأخفوا أسرار الديانة وحرفوا الصحف بعد كده. في حاجة تانية حابة أضيفها، ولقيت كلام كتير بيتم تداوله على السوشيال ميديا، هو سيدنا إدريس عليه السلام هو من بنى الهرم، وده كلام طبعا مش صح بالمرة. وسيدنا إدريس لم يدفن في مصر ولا في هرم، إنما رفع للسماء الرابعة حي ورفعناه مكانا عليا.